غريندايزر له مكانة خاصة هنا في باريس، فلعدة مرات شهدت عاصمة الأنوار معارض وفعاليات عن هذا المسلسل الكرتوني الشهير. أنا الآن في مترو باريس. ما العلاقة بين هذه الأنفاق المتشابكة وغريندايزر؟ ابقوا معي في كوميكس بالعربي. نحن في ممرات المترو. بعض الجدران هنا تحولت إلى جاليري لاستقبال معرض عن غريندايزر بعنوان جولدوراك جو. كما ترون يمتد المعرض على مسافة تتجاوز 200 متر لتجعل المارة يبحرون في عالم غريندايزر، والبعض لا يفوت فرصة تصوير هذه المشاهد أو التقاط صور تذكارية مع الجداريات البانورامية. هذا المعرض يأتي بمناسبة مرور 50 عاما على ابتكار هذه الشخصية الملحمية. نعم، غريندايزر يطفئ شمعته ال50. لكن ما الذي يجعل هذه الشخصية تقاوم الزمن وتحافظ على جمهورها؟ ربما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه الشخصية، وهو أمر نلمسه حتى في بعض الكتب الحديثة للتنمية البشرية في المكتبات الفرنسية، ككتاب تصرف وفكر مثل غريندايزر، وأيضا كتاب ماذا لو كان غريندايزر حقيقيا. معظم المشاهد التي نراها في هذا المعرض تدخلنا في لحظات حاسمة، مشاهد معارك وحتى حوارات فلسفية. هذه الرسوم مأخوذة من صفحات ألبوم مانجا سيصدر قريبا بمناسبة عيد ميلاد غريندايزر ال50، وهذا الألبوم سيصدر ب3 طبعات مختلفة، الأولى بالاسم الأصلي غريندايزر، والثانية بالتسمية الفرنسية جولدوراك، أما الثالثة فهي طبعة بسعر مخفض. ولمن يزور باريس ويرغب في الاستمتاع بهذا الحدث الفني، فنحن الآن تحديدا في محطة شاتلي التي تتوسط العاصمة الفرنسية. لا تفوتوا هذه الفرصة، وكالعادة سنواصل الحديث في التعليقات.